صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله وسلم عليك وعلى آلك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ابن عم النبي صبرك أنسى صبر أيوب في قديم الدهور. ضاق ذرعا بأمر رحمة لما جزت الشعر، شاكيا للخبير. وأراك اصطبرت والقوم آذوا فاطمة في عشيها والبكور. ما سمعنا من قبل بنت نبي أوذيت كالبتول بعد النذير، ضربت أسقطت أضيعت ذماما وكذبت بإفك وزوري. أنا جسم انتحل من ضربة المسمار صدري، واللطمة عيوني أداحي الباب يدري. وكل ما تزايد جورهم يزداد صبري. اكضمت غيظي والقلب فايض بالاحزان. انا من عاينة حيدر ملبب قايدينا، وسمعت شبل الحسن يصرخ راح ابونا غصب علي. طلعت خوفي يذبحونا وتتيتم اولادي عقب فارس الفرسان. فريت ادافعهم وظنتي يرحموني، مالوا علي بصوت وضلوا يضربوني. والله يا سلمان الضرب والرم امتوني. انا قصدي ابث شكواي للواحد الديان. روي عن الامام زين العابدين عليه السلام قال: وحق الصوم أن تعلم أنه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وبطنك وفرجك ليسترك به عن النار. نقف عند قوله عليه السلام: وبصرك، في أمور ثلاثة. ما هي فوائد غض البصر عن الحرام؟ واحد. اثنين، وما هي مساوئ وسلبيات عدم غض البصر؟ ثلاثة، ما هي أسباب النظر المحرم؟ وش يسببها؟ وش الأشياء اللي تسبب النظر المحرم؟ قبل ذلك نقف عند مسألتين شرعيتين من باب زكاة الفطرة، ونصلي على محمد وآل محمد.
المسألة الأولى: أين تصرف زكاة الفطرة؟ مصرفها وين؟ الجواب: اختلف الفقهاء في مصرفها. مكان اللي نصرفها فيه محل خلاف بين المراجع. السيد الخوئي قدس سره والسيد الحكيم قدس الله تربته يقولان مصرفها مصرف زكاة المال، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وكذا، نفس المصرف اللي هناك هني في زكاة الفطر. يعني على رأي السيد الخوئي والسيد الحكيم مو لازم للفقراء، تقدر انت على كيفك تريد مثلا تصرفها في سهم سبيل الله. شلون سبيل الله؟ مو الآية قالت إنما الصدقات للفقراء إلى أن قالت وفي سبيل الله سبيل الله، يعني الطريق اللي الله يرضى. مثلا بناء مسجد، وانت تعرف مثلا هذا المسجد تعطل بنائه، اجي للولي تقول له أنا فطرتي فطرة عائلتي أريد أدفعها، وأنت باقي على الإمام الخوئي أو باقي على سيد محمد سعيد الحكيم، يجوزان دفعها في ما هو في سبيل الله كبناء مسجد مثلا، أو لا مسجد قائم لكن احتاج إلى إصلاحات أو محتاج إلى مكيفات مثلا. زين، أقدر أنا كباقي على السيد الخوئي أو باقي على الإمام الحكيم قدس سره أدفع فطرتي ومن أعول في هذا الطريق. يجوز السيد الخوئي السيد الحكيم يجوز بالي مطلق ما يعود للمسجد. زين، هذا الآن. أو مثلا بناء حسينية، زين حسينية يبنوها تمام، فالآن هذا الإنسان يقول هذه الحسينية متعطلة أو جاي مثلا محرم والآن الحسينية تحتاج إصلاحات ما عندهم، أعطوا من الفطر تمام، ولكن بشرط أن يكون باقي على الإمام الخوئي أو هو باقي على الإمام الحكيم يجوز. زين، في قبال هذا الرأي يوجد رأي آخر، وهو رأي سيدنا السستاني دام عزه وشيخنا الوحيد دام ظله، يقولان لا هي مطلقة مي موسعة، ما تشمل اللي ذكرتهم الآية الأصناف الثمانية، فقط هي على الأحوط وجوبا للفقراء والمساكين. عند السيد السستاني والشيخ الوحيد لا، هذا الطريق اللي ذكرناه الأول مثلا في بناء مسجد، في ترميمه، في تعديل حسينية، هذا على رأي السيد الخوئي وعلى رأي السيد الحكيم. زين، لكن على رأي السيد علي السستاني والشيخ الوحيد يقول لا، هذه مخصصة على مقتضى الاحتياط الوجوبي اللزومي أنها للفقراء والمساكين. زين، المسألة الثانية: إذن على رأي السيد الخوئي والحكيم والسستاني والوحيد عندهم اثنين هم الفقراء ممن يعطوا، اختلفوا في قضية غير الفقراء والمساكين، سبيل الله، ابن السبيل. ابن السبيل يعني مثلا واحد من قطع في سفر في بلده وانقطع متعطل مو قادر يجي، يسموه ابن السبيل، يعني ابن الطريق، انقطع بالطريق. شاهد. فإذا هذا قضية الفقراء حد مشترك، السيد الخوئي يراه، السيد السستاني يراه، الشيخ الوحيد. زين، الآن المسألة الثانية:
هذا الفقير اللي بعطيه فطرتي وش الشروط اللي لازم والمواصفات اللي لازم يتصف بها؟ عدة شروط. الشرط الأول أن يكون مؤمنا. كيف يعني مؤمنا؟ يعني يؤمن بالله وملائكته وكتبه. هو لازم بيؤمن بالله وملائكته. إذا آمن إبليس لازم. أحسنت، لازم 12. هني أن يكون مؤمنا يعني أن يكون 12. زين. فلو واحد قال والله أنا عندي هذا محمد هالهندي يشتغل في المزرعة، كاسر خاطري بعطيها وياه، هذا فقير، اعطوا من غيرها. هادي ما نبغاك تعطي منها، هادي لابد فيها أن يكون 12 الفقير. أعرف عنه فقير، تعرف عنه فقير، اعطوا من اللي في البنك، مو لازم تعطي من دي. هادمي إليه ولا لك تتصرف انت بعد، انت قلدها عالم طلع منها سالم خلاص. اذن هذا اول شرط. مو تقول ما حصل او جايبينها لطيفة او حتى نضحك، لا حصل السنوات. واحد كلمنا عن الماضي فرقها على عماله كأن ما في علماء يسألهم ولا مراجع يراسلهم. الحين تقدر تراسل المرجع بالايميل حتى بالواتساب، تراجع مكتب المرجع. تعيش في زمن الأول ناقة وجمل. انت اسأل أول قبل لا تتصرف. زين، هذا أول شرط، يكون مؤمن. ايش معنى مؤمن؟ قالوا يعني 12. زين. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن لا يصرفها في حرام. أعرف عنه بياخذها مني وبروح يصرفها في حرام، تعطيه؟ لا ما تعطي، ما لك كرامة، ما تعطي شيء أصلا. زين. طيب ما أعطيته. السيد السيستاني أضاف بعد شيء آخر هنا في رسالته العملية، وأن لا يكون إعطاؤه منها إعانة. يعني مرة واحد فعلا من تعطيها وياه راح اشترى الحرام، ومرة واحد لا، إعانة نفسه ضعيفة، يبغى بس يحصل المال. إليه حصل المال بيصير وسيلة إغراء. يعبر السيد السيستاني يقول إغراء، هذا بعد ما تعطي. هذا شرطين. الشرط الثالث ألا تكون نفقته عليك. هذا الفقير اللي انت بتعطيه لا تصير نفقته عليك. اذا نفقته عليك لا. مثل مين؟ والله انا وابوي فقير، اقول بجمع الفطر وبعطيها وياه، لا ما تعطيها اياه، لانه هو اساس نفقته عليك. ومن شروطها ان اللي بتعطيه ما يكون نفقته عليك. مثل الابوين خلاص نفقتهم عليك ما تعطي. الولد بعد لو الأب غني والولد فقير، نفقة الولد على الأب، فما يعطيها الولد الفقير، نعم يعطيها الأخ. لو مثلا إنسان قوي ماديا أخوه ضعيف، يعطيه أب ولد لا. الأب عليك إذا هو فقير، الأم عليك إذا هي فقيرة، الولد عليك. طيب زين. الآن لو كان الأب عليه شيء ما يجب على الولد، هو اللي يجب على الولد ينفق عليه طعام شراب كذا، زين، سكن يسكنه، إذا بغت مرته، إذا ما طردته بعد يلا شيل قشه، ما نبغاه، نبغاك أنت ونبغى فلوسه. أما أبوك خلاص انتهى، تاريخ خلص. يقولوا الأمس منسي. لهالشكل سيئة ما تصلح. فتعطيه إلى أكل، إلى شرب، إلى لباس، إلى سكن، تمام. لكن لو كان الأب عليه دين من زمان لناس، يعطوه أولاده الفطر لسداد الدين. يعني سداد الدين أمر آخر يصير. الشرط الرابع ألا يكون المعطى هاشمي
والمعطي غير هاشمي. أنا الحين ما أنا هاشمي، ما أنا سيد، أجي لهذا فقير وسيد أعطيه فطرتي، لا ما تعطيه، لازم اللي بتعطيه ما يكون سيد. نعم إذا كان اللي بيعطي مثله هاشمي ما في مانع، مو متفضل عليه، لكن أنت هو يتشرف عليك بالانتساب إلى النبي، وإن شاء الله يصير يحفظ هالنسب ده، ويصير إنسان مستقيم، مو تالي يقول أنت ود رسول الله وتعمل هالأعمال القبيحة، مو زين. ما دام الله شرفك ومن عليك أنك تكون منتسب إلى هالشجرة هذه، احفظها النسب هذا. نكتفي من المسائل، نصلي على محمد وآله. ونعود إلى البحث حول كلمة زين العابدين سلام الله عليه في رسالة الحقوق. قال: وحق الصوم أن تعلم أنه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك. نوقف عند احنا قلنا 3 تساؤلات. أول تساؤل: ما هي فوائد غض البصر عن الحرام؟ إذا غضيت بصري عن النظرة المحرمة، قالوا هناك آثار وفوائد. أول فائدة: حفظ العين في القيامة. حفظها من وين؟ من البكاء، لأن هذه العين في القيامة إذا شافت هول الموقف يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت تبكي تخاف، تقول ما أدري وش مصيري. تريد تحفظ عينك من البكاء، غض النظر عن المحرم. وش الدليل؟ رواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: كل عين باكية يوم القيامة إلا 3 ديلا محفوظين ما يبكوا، ما يهيلهم موقف ولا غيره. من؟ قال: عين بكت من خشية الله. يوم ممكن هو في صلاته بعد يتذكر العوالم الثانية يبكي. عين بكت من خشية الله، هذه واحدة. 2: وعين باتت ساهرة في سبيل الله. مرابط على الثغور، وسيلة حماية. بعد: وعين غضت عن محارم الله، يشوف الحرام يغض بصره. هذا عين تحفظ يقول النبي في هالحديث. زين، هذا واحد. 2: الأثر الثاني دخول الجنة. وإذا الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اضمنوا لي 6 يعني تبغوا هذه هالست. وش هالست؟ قال: اصدقوا إذا تحدثتم. من تحكي خلي لسان نظيف. لي حيلة في كل حيلة، يقول بعض الشعراء، وليس في الكذاب حيلة. وش تستحيل عليه؟ من كان يصنع ما يقول فحيلتي فيه قليل. الكلام واجد يقدر يجمعه. اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا تحدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم. قال لك أبغى الأمان أعطيها إياه. بعد: وكفوا أيديكم. عليكم السلام. وكفوا أيديكم. تمام. واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم. هذه من ضمن ال6 اللي يقول النبي: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. تبغوا الجنة في هذه. هذا بعد أثر ثاني من آثار غض النظر عن المحرم، يضمن لك الجنة صلى الله عليه وآله. وإذا فرد من أفراد ال6 هذه. زين. 3 يكشف عن بصر. تغض بصرك عن حرام، في إليها مقابل. وإذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: غضوا أبصاركم تروا العجائب. تغض بصرك
يكشف لك ما لا يكشف لغيرك، ما يكشف لغيرك. ذاك اللي مالئ نظر من حرام ما يكشف لشيء. وشوف عبارة النبي صلى الله عليه وآله: غضوا أبصاركم تكشف لكم العجائب، أو عفوا تروا العجائب، لفظ الرواية تروا العجائب. بعد: ويجد طعما خاصا للإيمان، يجد طعما خاصا للإيمان. ففي الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من ترك النظر إلى المحرم أعقبه الله إيمانا يجد طعمه. كيف بعد يجد طعمه؟ هو هذا اللي غضه النظر، هو يجد طعمه. من ترك النظر إلى الحرام أعقبه الله إيمانا يجد، لفظ الرواية، طعمه. في قبال هذا مساوئ إلى النظر المحرم، في قبال ذلك مساوئ إلى النظر المحرم. أول أثر سيء للنظر المحرم الحسرة. نظرة محرمة أعجبته لكن يتحسر مئل. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: كم من نظرة جلبت حسرة، إما حسرة في الدين أو حسرة في الدنيا. حسرة في الدين لأن هذه النظرة عليها عقوبة، مو رايحة هي، عليها عقوبة. أو حسرة في الدنيا يتمنى شيئا ولا يناله، ما يحصل شيء. ينقلوا في التاريخ شخصية كثير ابن عبد الرحمن الخزاعي، شاعر من الشعراء، عاش في زمن الإمام محمد الباقر عليه السلام. هذا كثير. لما كان هذا الرجل المؤمن، اكو بنت كانت صغيرة في سن الصغر، عزة ابنة جميل الغفارية الكنانية. هو من الصغر عشقها وهي صغيرة، ما فيها أهلية الزواج. كبرت أراد أن يتزوجها، عارض أبوها، قال لا، أنا واحد كان إله في نفس الشيء، خب هو أرادها، ما حصل مني شيء محرم. على أي حال عارض وزوجها بغيره حتى يحرق قلبه، زوجها بغيره، زوجها بغيره، وهي في نفسه يريدها. حتى في شعره يقول: وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء، من أول ما تعرف عيوني البكاء، وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولتي. ويقولوا كان في منى وزوجها وياها، ومصادفة أن كثير بعد هناك ذيك السنة بحج، وخيام في منى، أرادوا سمن، كلفها زوجها أن تشتري من منى. صادف أن الخيمة اللي فيها كثير يباع فيها السمن، أخذت السمن ورجعت، ما صار شيء أبدا. لكن الخيمة فيها كثير اللي يعشقها من أول، هو درى هذا، قال لها الآن تروح الخيمة وتشتميه وتسبيه. إيه؟ ما حصل مني شيء. قال لا، لازم تروح، لازم. يقولوا جت نالت منه بالشتم، بالرغم منها يعني لا بالرضا. يوم نالت منه بالشتم هو بعد قال: يكلفها الخنزير شتمي وما بها هواني ولكن للمليك استذلتي. هذا هي ما في نفسها أن تشتمني بسبب هذا. يقول مات من حب لها مات. وطلعوا، يقول النوري في كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، يقول: فخرجنا النساء خلف الجنازة أكثر من الرجال.
ما يطلعوا نساء خلف جنايز، هذه للرجال، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الديول. المهم طلعوا، جاء الإمام الباقر بشيع إلا جمهرة من النساء. وهو هذا النوري في المستدرك يقول وكان مواليا، هذا كثير يعني موالي. فالإمام صار يبعدهن بكمه، أبعدنا أبعدنا كأنكن صويحبات يوسف، ما ورط يوسف إلا أنتم. الشاهد الإنسان النظرة قد تكون عليه، تكون في نفسه. كم من نظرة، يقول علي سلام الله عليه، كم من نظرة جلبت حسرة، يا في دين يا في دنيا. هذا واحد من الآثار. اثنين، ويكتب والمستجار بالله عند الله زانيا. لا إله، نظرة. مو أنا أقول، النبي صلى الله عليه وآله يسأل واحد من الصحابة أو تزني العين، عفوا أو تزني العينان، لفظ الرواية أحسن، أو تزني العينان؟ قال بلى، وزناهما النظر. مشكلة، وزناهما النظر. زين، بعد شي ثالث عدد العقوبة. يقول صلى الله عليه وآله من نظر إلى امرأة حرام حشى الله عينيه بمسامير من نار. زين، لمتى يبقى؟ قال إلى أن يفرغ من حساب الخلائق. مشكلة. إيه ده الشكل. لكن الإنسان إذا تصور هالمعاني دي أن هذه حاصلة بتصير، يكون عنده رادع إلى أن يغض بصره. زين، وش أسباب هذه؟ وش الأسباب لوجود هذا؟ يذكروا أسباب. أول سبب اتباع النظرة بالنظرة. هم يقولوا النظرة الأولى لك، يعني وين؟ هو يعني معناها أدري هذه امرأة وأنظر، لا، مو هذا معنى الرواية. النظرة الأولى يعني أنا جلت ببصري هالشكل، ما أدري، أفكر إجدار إلا هي امرأة، فهذه النظرة لا تحسب عليك سيئة، ما تدري. لكن المشكلة في الحاجة الثانية، اتباعها. يقول النبي صلى الله عليه وآله لا تتبع النظرة بالنظرة، فلك الأولى وليست لك الأخرى. الثانية ميلك، الأولى أنت ما تدري، جلت ببصر. زين، هذا السبب. السبب الثاني الجلوس في الطرقات. ليش تجلس في الطرقات؟ أكو مجالس تجلس فيها، هذا سبب للنظر المحرم ده. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه، يقول لهم يوم من الأيام إياكم والجلوس في الطرقات، لا حد يجلس. اللي هم بعد يعترضوا على النبي، يقدموا مقترحات، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا لا، ما لنا من مجالسنا بد، ما نقدر. الحين هو يقول لكم إياكم، تحذير، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قالوا لا، ما لنا بد، احنا ما نقدر. قال لهم فإن أبيتم، إذا أتونا مصرين إلا المجلس يعني في الطرقات، فأعطوا الطريق حقه. قالوا لي يعطينا حقه. قال ردوا السلام. ممكن اثنين كثيرة لا يجلس في الطرقات، سلام عليكم، يمر عليه ولا يدري عنه، بينما كلفه بواجب. السلام مستحب والرد واجب بعد. زين، فإن أبيتم إلا المجلس عدل فأعطوا الطريق حقه. ما حقه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله ردوا السلام. هذا واحد. بعد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض البصر. هذا بعد تقعد في الطريق، الجلوس في الطريق، طريق الحق، منها غض البصر. بعد من أسباب النظر المحرم الخلوة.
الخلوة سبب. يفتوا الفقهاء في الرسائل كلهم، لا تقول لي على رأي من الجميع، لا يجوز الخلوة بالأجنبية مع عدم الأمن من الفساد. مكان محصور بالأجنبية مشكل. ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان لهما ثالث. والذي يزيل سبب وتأثير النظرة هو الاقتران بالمؤمنة. إذا تزوج مؤمنة ورضي بها انتهت. يقولوا واحد شاب مر بطريق، في طريق من الطرق إلا بستان كبير كله متخصص في إنتاج التفاح، أخذ له واحدة وكان جائع، يعني أخذها بعد في عذر. راح بيته صار يفكر، قال الحين أنا على هالتفاحة دي ما نعرف، لا أنام لا أجلس لا. في اليوم الثاني صار يبحث وين صاحب البستان، عرفه، جاء قال له أنا أمس هذا اللي حصل وجاي يستميحك العذر. قال لي لا عذر لك عندي وأنا خصيمك يوم القيامة على هالتفاح. أنت ما جيت استأذنت ليوم نزلت في بطنك، ما استأذنت مني. حاول وياه، يقولوا تركه وراح بيته. هذا صار يقفو أثره. أبغى طريق إلى براءة الذمة، مو مثل أي واحد كل شيء يحطه في جيبه من الأموال يفكرها المسألة هالشكل بس تروح. هذا على تفاحة راح ورا، هذاك راح غلق بيته. صار وقت صلاة المغرب طلع صاحب البستان، شلون جعد بيتي؟ قال له هذا دليل على أني أريد براءة الذمة الحقيقية ولا ليش أجي؟ كان أقول خلاص ما عندك دليل علي وانتهى، لكن أريد براءة الذمة الحقيقية يا فلان. قال لي أنا أوافق بشرط أن تتزوج ابنتي. زوج ابنتي. قال إيه زواج؟ قال لي إيه بس عاد فيها 4 أشياء: خرسة ما تتكلم، وصمة ما تسمع، وعمية ما ترى، ومشلولة ما تمشي. وش سوي فيها؟ جاي يبغى زوجة تخدمه تسوي لي شيء، وإذا هي تخدم تحتاج لخدام مو خادم. قال له موافق بس براءة الذمة تحصل، ولا اني اتعلق باكر انا واتغلغل على ما اكل. قال له موافق. صار ليلة الزواج اللي هو يأمرها ابوها تقوم تمشي تسلم عليه، اللي هي تمشي ابصرت اللي هي تشوفه، سلمت عليه نطقا باللسان. قال كيف انت تقول لي؟ قالت لي ايه انا عمياء عن النظر الى الحرام بس، وخرساء عن الكلام المحرم والبذيء، وصماء عن سماع كل محرم، ويوم يقول لك مشلولة ما امشي برجلي الى محرم. وكان ابي يريد شخص مؤمن. يوم انت اكلت هالتفاحة قال اللي بيخاف الله في تفاحة رخيصة الثمن هذا معناه بيحفظ. ابنتي المرء يحفظ في وين؟ في ولده، مو صحيح؟ هذا وهذا اللي استندت إلى الزهرة عليها السلام. أليس المرء يحفظ في ولده؟ كيف الهجوم عليه؟ هجوم مباغت اللي الإمام الصادق يقول هجم على بيت جدتي 300 رجل. لا إله إلا الله. احنا ممكن واحد فينا يعتقد ان الهجوم صار من افراد قلائل تعد على الاصابع، لا، هذه رواية الامام الصادق منقولة، يقول هجم على بيت جدتي 300 رجل، وقائلهم يقول قولي لعلي يخرج. هي لما تشوف اجانب وهذه خفرة عزيزة استترت خلف الباب، استند هو الى الباب ويقول سمعت اضلاعها تتكسر كما تتكسر القوارير. الباب من جذوع النخل، تمايل الباب لما استند إليه وكان في وسطه مسمار، ارتكز المسمار في صدرها.
وويلاه وويلاه. قومي يا فضة بالعجل روحي العلي الكار، خبريه يا فضة بحوالي ونبتة الميس. ترضى يا حامي الجار فاطم يلطموه، قولي له الطاغي لطم فاطم على الوجنة، وظليت من شدة اللطمة اجدب الحسرة. ترضى يا حامي الجار فاطم يلطمه، بعدها برجله رفسني وسقط جنيني بصير الباب، ومحسن سقط مني ووقع يتعفر بلا يعتد. ترضى يا حامي الجار فاطم يعصروه، يا ويلي يا ويلي يخديني الى عندك يا فضة، ابا مخض جنيني جنين السايع مخضة، ترى ضلعي العدو بالباب رضى، ما ظنت يا ابو ابراهيم يرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا وسهل امورنا واشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من رمضان فاغفر لنا فيما بقي منه برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة قبلها الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام